مساء الخير عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وجوزها حسام حبيب بعد رجوعهم لبعض في بيروت، وهنشوف شيرين وهي بترقص وبتحتفل بالسنة الجديدة مع جوزها في إحدى أماكن السهر في بيروت، وتعليق الجمهور دي حركاتها هستيرية. هنتعرف على كل التفاصيل، بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. من ساعة ما رجعت شيرين عبد الوهاب لطليقها وجوزها السابق حسام حبيب في نص الشهر اللي فات تقريبا، وانتشر فيديو كاتب كتابهم للمرة التانية في كل مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وقتها اختفت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عن الظهور في الإعلام، ومحدش بقى يتكلم عنهم خالص لغاية لما انتشر فيديو جديد ليهم من ساعات قليلة لشيرين عبد الوهاب وجوزها حسام حبيب أثناء وجودهم في بيروت، وكانوا بيحتفلوا بالسنة الجديدة. وظهرت شيرين في الفيديو وهي بترقص بطريقة هستيرية في إحدى أماكن السهر اللي في بيروت، وكان معاها جوزها حسام حبيب كان قاعد جنبها. ومع انتشار الفيديو ده انهالت التعليقات على الفيديو، وجت تعليقات كتير، منهم تعليق بيقول دي حركاتها مش طبيعية، وتعليق تاني بيقول فيكي ايه يا شيرين مالك. والفيديو ده أثار غضب ناس كتير من اللي بيحبوا وبيتابعوا شيرين عبد الوهاب. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.